مالك يا ياسين قاعد كده ليه؟ وليه لسه ملبستش هدومك؟ تعالى لبسك بسرعة عشان باص المدرسة قرب يجي. انا مش عايزة اروح المدرسة دي يا ماما. ليه بس يا حبيبي؟ انا عايزاك تكون شاطر في المدرسة وتحب المذاكرة عشان تطلع دكتور كبير. وبعدين انت ايه اللي جرالك؟ بقالك فترة كده كاره المدرسة ومش عايز تروحها، عكس الاول كنت بتحب المدرسة وبتصحى نشيط. هو في حد بيضايقك في المدرسة يا ياسين؟ لا خالص، انا بس عايزة انام والمدرسة بتبقى الصبح بدري. طيب يلا يا كسول قوم بسرعة، ادخل الحمام اتشطف واتوضى عشان تصلي الصبح، والبس بسرعة احسن الباص قرب يجي. وقام ياسين وهو كسلان ومش قادر يتحرك ومش عايز يروح المدرسة خالص، لكنه مضطر انه يروح عشان ما يقولش لمامته حاجة. وراح ياسين المدرسة وكان قاعد في الفصل، وبعد شوية جت الدادة. بعد اذنك يا ميس، عايزة ياسين عشان المديرة عايزاه. ياسين بص بخوف للمدرسة وقال انا مش عايزة اروح معاها يا ميس، عشان خاطري خليني هنا. عيب كده يا ياسين، يلا يا حبيبي عشان نجيب لك حاجة حلوة. بصت المدرسة لياسين وقالت اسمع الكلام يا ياسين ويلا خلص عشان وقت الحصة. مشي ياسين وهو مضطر، لان للاسف الميس بتاعته ما اهتمتش تعرف ليه الولد مش عايز يروح مع الداده. اخدته الداده وراحت ناحيه الحمام. ياسين وهو بيعيط عشان خاطري يا دادا، انا مش عايزه ادخل، سيبيني يا دادا عشان خاطري. طيب بصي خدي سندوتشاتي والشوكولاته بتاعتي، بس سيبيني، مش عايزه ادخل عشان خاطري، عشان خاطر ربنا. اسمع الكلام بقى والا والله هضربك. وزقته جوه الحمام وقفلت الباب عليه. وقف ياسين جوه الحمام بيبص للراجل الشرير المقرف ده بكره. ازيك يا ياسين؟ وحشتني قوي يا حبيبي، تعالى قرب مني يا قلبي، واقف بعيد ليه؟ ابعد عني يا وحش، انا مش بحبك، انا بكرهك. بقى كده يا ياسين بتكرهني وانا بحبك قوي؟ طب ده انا اخترتك من وسط كل الاطفال اللي في المدرسة، اصلك عجبتني قوي. انا هقول لماما عليك، انت مجرم. وبعدين معاك يا واد انت، هو انت كل مرة هتقرفني واقعد انهد معاك كتير؟ وبعدين لو فكرت تقول لمامتك انا هخلص عليها هي وباباك وتبقى لوحدك واخدك بقى عندي البيت واعمل معاك كده كل يوم. ياسين خاف وبدأ يعيط. لا ما يهونش عليا عياطك، تعالى يا حبيبي. وقرب صبري من ياسين بشكل مقرف. بعد شوية خرج صبري لقى الدادة واقفة بره. صبري بابتسامة مقززة خدي الفلوس دي مش خسارة فيكي، وكل مرة تجيبيلي فيها ياسين هديكي فلوس ما تحلميش بيها. من عينيا يا صبري باشا انت تؤمر. ومشي صبري بعد ما ضحك ضحكته الشريرة دي. دخلت الدادة الحمام لقت ياسين قاعد في الارض بيعيط. يلا يا ياسين عشان تروح فصلك. انا بكرهك وبكره صبري وبكرهكم كلكم، انتي وحشة. وماله، اكرهني يا اخويا ولا يهمني، المهم الفلوس اللي بتجيلي من وراك. وغسلت لياسين وشه وظبطت له هدومه واخدته للفصل. دخل ياسين قعد وهو كاره نفسه والحياة كلها، حاسس ان حقه بيغتصب وهو مش قادر يعمل حاجة. الميس بتاعته قالت له مالك يا ياسين مش مركز ليه؟ انا عايزة اقولك حاجة يا ميس. خير يا حبيبي؟ الدادة بتاخدني الحمام وعمو الوحش بيعمل معايا حاجات وحشة. الميس بصت له بصدمة وقالت الكلام اللي انت بتقوله ده خطر جدا يا ياسين، اوعى تقول كده لحد تاني. انا ما قلتش لحد غيرك عشان هو هددني انه هيخلص على ماما وبابا. وما تقولش لحد تاني، فاهم يا ياسين؟ ما تجيب لناش مشاكل يا ابني، وبعدين ده فعلا ممكن يخلص على مامتك وباباك. ياسين هز راسه بخوف وسكت. وعدى شهر وصبري كل مرة يجي فيها المدرسة تروح الدادة تاخد ياسين من الفصل وياسين بيعيط. وفي يوم ياسين قرر ما يسكتش ويروح للمديرة ويشتكي لها. خبط ياسين على باب المديرة ودخل. تعالى يا حبيبي، انت اسمك ايه؟ انا اسمي ياسين. عايز ايه يا ياسين؟ في حاجة عايز تقولها لي؟ ايوه انا عايزة اقولك حاجة بس مش تقولي لحد. المديرة باهتمام اوعدك مش هقول لحد. الدادة بتيجي تاخدني من الفصل وتوديني الحمام، وعمو الشرير بيعمل معايا حاجات وحشة. عمو الشرير مين يا ياسين؟ عمو صبري. المديرة وهي بتضغط الجرس طب اقعد يا ياسين، اقعد يا حبيبي. ودخلت الدادة وهي بتبص لياسين بغضب، والبصة دي خوفت ياسين. صبري جه النهارده؟
لا، ما حضرتك عارفة انه مش بيجي غير كل يوم اتنين وخميس. طيب روحي انتي، وبكرة اول ما صبري يجي خليه يجيلي على طول. خرجت الدادة وهي بتبص لياسين بشر. انا خايف قوي. ما تخافش يا ياسين، انا بكرة هجيب لك حقك، بس انت اوعى تقول لحد، ده سر. حاضر. يلا روح فصلك دلوقتي وبكرة تجيلي عشان اجيب لك حقك. خرج ياسين من عند المديرة وهو كله امل ان حقه هيجي والراجل الشرير هيبعد عنه ويسيبه في حاله. روح البيت وهو متفائل، وتاني يوم الصبح صحي نشيط على غير العادة ولبس وجهز. ايه يا ياسين، يعني النهارده صاحي بدري ولابس وجاهز على طول، ما غلبتنيش زي كل يوم؟ ابتسم ياسين لمامته، مامته حضنته ونزل عشان يروح المدرسة. دخل ياسين فصله وبدأ يومه الدراسي، وبعد شوية جت الدادة تاخد ياسين بحجة ان المديرة عايزاه، لكن المرة دي ياسين قام ومشي معاها بثقة مستني ان المديرة تجيب له حقه. دخل ياسين مكتب المديرة ولقى صبري قاعد بيبتسم بخبث. تعالى يا ياسين، قرب يا حبيبي ما تخافش. قرب ياسين بحذر من المديرة اللي قامت وقفت وجابت عصاية واديتها لياسين وقالت خد يا ياسين اضرب عمه وخد حقك منه. ياسين بصلها وسكت وكان خايف. ما تخافش يا ياسين، اضربه وهو مش هيعمل لك حاجة. مسك ياسين العصاية وبدأ يضرب صبري بكرهه وهو بيصرخ ويقول بكرهك، انا مش بحبك، انت راجل شرير يا وحش. صبري للمديرة ما خلاص بقى كفاية كده، انت هتسيبيه يزودها معايا؟ مديرة وهي بتغمز له خلاص يا ياسين يا حبيبي كفاية كده، مش انت كده خدت حقك خلاص؟ ياسين ببراءة ايوه انا بطل وخدت حقي. طيب يا ياسين يلا روح الفصل بتاعك وزي ما اتفقنا ما تجيبش سيرة لحد خالص. ودخلت الدادة تاخد ياسين وغمز لها صبري وهي هزت راسها بفهم. بص صبري للمديرة وقال انا طوعتك اهو زي ما انتي قلتي عشان تلمي الموضوع بس، فياريت اللي حصل ده ما يتكررش تاني. وقفت المديرة وقالت بعصبية انت بتقولي انا يا صبري الكلام ده؟ يا ريت انت اللي تلم نفسك شوية وتهدي الامور وتتحكم في نفسك، ويا ريت تبعد عن ياسين خالص عشان ما تروحش في داهية وتودينا في داهية معاك. والله انا حر واعمل اللي انا عايزه، ولمي نفسك يا وفاء عشان احنا دافنينه سوا، ولو ما سبتنيش براحتي واعمل اللي في مزاجي انا هتكلم واوديكوا في داهية. ما تنسيش ان انا المدير المالي وعارف كل بلاويكوا. بصت له المديرة وسكتت، وقام صبري وقف وقال انا رايح لياسين، رايح لمزاجي. وخرج من المكتب والمديرة قالت والله عمايلك دي يا صبري هتودينا في داهية، ربنا يستر. اما ياسين فكان ماشي جنب الدادة وفاكر انه رايح فصله. الدادة وقفته وقالت له رايح على فين يا ياسين؟ ياسين ببراءة رايح الفصل يا دادة. لا يا حبيبي مفيش فصل دلوقتي قبل ما تروح لصبري عشان عايزك. ياسين بخوف عايز مني ايه؟ ما هي ميس وفاء قالت له ما يقربليش تاني. ميس وفاء؟ هو انت فاكر ان ميس وفاء هتقدر على صبري؟ ده صبري ده ما يقدرش عليه الا ربنا. يلا يا اخويا قدامي عشان مستنيك في الجراج، اصل مزاجه النهارده موديه على الجراج مش على الحمام. واخدت الداده ياسين وراحت بيه الجراج القديم اللي في المدرسه. ياسين كان ماشي معاها بيأس واحباط، اللي حله بسرعه محل الامل اللي كان مليه. لقى صبري مستنيه جوه العربيه الحمراء القديمه اللي كان بيكرهها ياسين زي ما بيكره صبري. روحي انتي وسيبيهولي ولما اخلص هرن عليكي. مشيت الداده وسابت ياسين. ايه يا جميل ارتحت لما ضربتني؟ ياسين كره ايوه ارتحت وهضربك تاني واخد حقي منك. طب يلا يا اخويا عشان انت وحشتني قوي. ياسين بقرف انا بكرهك قوي اياك القرف. صبر بنفاس صبر اخلص يا ياسين بدل ما اخلص على امك وابوك، ومش عايزك تطلع صوت فاهم؟ وقرب صبري من ياسين. وبعد شوية صبري قال لياسين محدش بيملى مزاجي غيرك يا واد يا ياسين. ياسين بصله بقرف وكان بيعيط. وجت الدادة اخدت ياسين الحمام، غسلت له وشه وظبطت هدومه وودته الفصل. ياسين كان عنده حالة اكتئاب وبقى منطوي، وعدى سنة على اللي بيحصل مع ياسين ده. ام ياسين قالت له ياسين يا حبيبي ليه مش بتلعب بالألعاب بتاعتك؟ وليه بتقعد لوحدك كتير؟ تعالى نلعب مع بعض. مش عايز يا ماما. ليه بس يا حبيبي؟
طب انت عارف اننا هنسافر لبابا قريب وهنعيش احنا التلاتة مع بعض وهنغير المدرسة واروح مدرسة تانية؟ اكيد يا ياسين يا حبيبي. هو انت ليه بتكره المدرسة بتاعتك؟ ده انا مختارالك احسن مدرسة وبدفعلك فيها مصاريف كتير. ياسين بصلها وسكت. وعدى كام يوم وياسين بدأ يحس بتعب وان الاخراج عنده فيه صعوبة. ماما انا مش عارفه ادخل الحمام، بتعب قوي وفي حاجه بتوجعني. خلاص هاخدك بالليل ونروح نكشف. وفعلا اخدت الام ياسين وراحوا للدكتور. الدكتور بعد ما كشف على ياسين: يا مدام ابن حضرتك عنده تهتك في فتحة الشرج. الام وهي مش مستوعبة: يعني ايه يا دكتور؟ حضرتك تقصد ايه؟ ابنك واضح انه بيتعرض لاغتصاب وحشي وده واضح عليه جدا. الام بصدمة: ازاي الكلام ده؟ وفين؟ ومين اللي ممكن يكون عمل فيه كده؟ انا ابني ما بيبعدش عني خالص غير لو راح المدرسة. المدرسة، هي المدرسة. عشان كده يا حبيبي ما بقاش يحب المدرسة وبقى بيروحها بالعافية. اقعدي مع ابنك يا مدام وشوفي مين اللي عمل معاه كده. اخدت الام ياسين وروحوا البيت وياسين كان بيبصلها بخوف. الام بحنان وهي بتحضن ابنها: انت خايف مني يا ياسين؟ لا يا ماما، انا خايفة عليكي انتي وبابا. خايفة علينا ازاي يا حبيبي؟ عشان لو اتكلمت عمو الوحش هيخلص عليكم. اتكلم يا ياسين واحكيلي على كل حاجة وما تخافش يا حبيبي. انا هقولك، عمو صبري الوحش بيعمل معايا حاجات وحشة، ولما بعيط او اصرخ بيحط ايده على بقي وبيقولي لو اتكلمت هخلص على ماما وبابا وهروح اعيش معاه، وانا بكرهه ومش عايزة اعيش معاه وبحبك انتي وبابا وبخاف عليكم. الام وهي بتحضن ابنها: انت ازاي ما قلتليش يا ياسين؟ انا قلت للمديرة وادتني العصاية اضرب عمو وقالت لي ما اقولكيش، وكمان قلت للميس وبرضه قالت لي ما اقولكيش. طب وصبري ده بياخدك ازاي؟ الدادة هي اللي بتوديني ليه الحمام وساعات الجراج القديم في العربية الحمراء. ماما هو صبري هيموتك انتي وبابا؟ لا يا حبيبي ما تخافش علينا، بابا مسافر عشان شغله، لكن انا هنا ليك الام والاب. واتصلت الام بجوزها ابو ياسين وحكت له على كل حاجة. يا خبر اسود ومنيل، ازاي الكلام ده؟ انا مش مصدق نفسي. ياسين ابني انا يحصل معاه كده؟ الطفل الصغير ده يتعرض لكل القرف ده؟ انا هاخد اجازة وانزل في اول طيارة. ابننا حقه لازم يرجع. طبعا. وقفلت الام مع ابو ياسين. وتاني يوم اخدت ياسين وراحت المدرسة وطلبت مقابلة المديرة. انا جايبة ابني مدرسة لغات وبدفع مصاريف كبيرة عشان ابني يتعلم احسن تعليم ويتعامل افضل معاملة، فتفاجئ ان ابني بيتعرض لاغتصاب من مجرم متوحش ما عندوش ضمير وما بيخافش ربنا. المديرة وهي بتحاول تهديها: اهدي يا مدام وكل حاجة ممكن تتحل. اهدى؟ انا مش مصدقاكي، انت بجد بتقوليلي اهدى؟ ابني بيتعرض لاغتصاب في المدرسة هنا وانت بتقوليلي اهدى؟ احنا ما نعرفش حاجة عن الكلام اللي بتقوليه ده. شوفي مين عمل كده في ابنك. اللي عمل كده اللي اسمه صبري ده. صبري ما بيجيش غير الاثنين والخميس وياسين بيغيب في اليومين دول. انتي كدابة، انا ابني منتظم في الحضور وغيابه بسيط جدا. والله غياب ابنك مثبت في الدفاتر عندنا، واثبتي بقى العكس. انا بقول تهدي احسن واي تعويض تطلبيها ندفعه، وما تنسيش ان سمعة ابنك مهمة. والله لو اديكوا في داهية، انا هعرف اجيب حق ابني ازاي. واخدت الام ياسين وراحت القسم عملت محضر في صبري انه هتك عرض ابنها، وفي المديرة والدادة والمدرسة اللي اتستروا على صبري وخوفوا الولد. يعني ايه يا وفاء معرفتيش تهديها؟ ما عملتيش ليه زي ما عملتي مع اللي قبلها؟ يا صبري الست دي عنيدة مش زي اهالي الولاد التانيين اللي خوفناهم بسمعة ولادهم. وبعدين يعني مفيش ياسين تاني؟ وفاء بغيظ: شوف احنا في ايه وهو بيفكر في ايه. بقولك الست هتبلغ البوليس وهنروح كلنا في داهية. ما تقلقيش، هعرض عليهم فلوس وهحلها، بس الواد ياسين ده طالع من عيني. يلا اهو ابقى اشوف غيره. وقفل صبري مع وفاء واتصل على المحامي بتاعه: في واحدة هتعمل فيا محضر، عايزك تخلص لي الموضوع ده. حاضر يا صبري باشا، انا هتفاهم معاها ما تقلقش. وراح المحامي عشان يتفاهم مع ام ياسين ويعرض عليها فلوس. وكان ابو ياسين رجع من السفر. الام بعصبية: انت ازاي محامي؟ انت ما عندكش ضمير؟ عايزني افرط في حق ابني عشان الفلوس؟
صبري باشا مستعد يديكم سبايك دهب بس تتنازلوا عن المحضر، وبعدين انتوا اولى بالفلوس بدل الغربة والشحططة، وكمان ما تنسوش ان سمعة ابنكم هتطلق. ابو ياسين قال بعصبية: مال الدنيا كله لو اتحط قدامنا مش هنتنازل عن حق ابننا لازم يعيش بكرامة وترجع له ثقته بنفسه. ايش المحامي من عندهم لما لقى مفيش فايدة، اتصل بصبري وقال له: مفيش فايدة يا باشا، منشفين دماغهم. صبري كان لسه هيرد لكنه سمع صوت خبط قوي على الباب. صبري بفزع: مين بيخبط؟ بوليس، افتح. صبري للمحامي: البوليس على الباب، الحقني بسرعة، انا هجيلك على الاسم ما تقلقش. وفتح صبري الباب واتقبض عليه وراح الاسم واتحقق معاه. بقت قضية رأي عام والكل بيطالب بحق ياسين. وجه يوم المحاكمة، حضر ياسين المحاكمة وهو لابس لبس سبايدر مان. ياسين لأمه وأبوه: انا هجيب حقي النهارده من الراجل الوحش. انت بطل يا ياسين عشان ما استسلمتش وعشان حكيت لي على اللي حصل لك. محكمة. دخل القاضي وبدأت المحاكمة، وسمع القاضي لياسين وسمع لشهادة الام، شاف التقرير الطبي وسمع لشهادة الاطباء. كان في محاميين كتير جايين يترافعوا عن ياسين ويطالبوا بحقه. واخيرا نطق القاضي الحكم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم صبري كامل البالغ من العمر 79 عاما بالسجن المؤبد مدى الحياة. رفعت الجلسة. يحيى العدل، يحيى العدل، أنا بطل يا ماما، سجنت عمه الشرير وجبت حقي، أنا سبايدر مان. صح يا ياسين، أنت بطل. تحب تقول ايه لأصدقائك يا ياسين؟ يا ريت يا أصدقائي ما تخافوش من حد، واوعوا تسكتوا على حقكم، واحكوا لمامتكم على كل حاجة تحصل لكم، وما تخلوش حد يلمس جسمكم عشان جسمكم ملككم انتوا بس. وخلصت قصة ياسين، لكن في قصص كتير شبهها لكنها ما طلعتش للنور، وده بسبب الخوف من السمعة السيئة. يا ريت نكون اتعلمنا الدرس من الطفل البطل ياسين وامه وابوه اللي ما سكتوش على حقه، وكان بيدعمهم شعب كامل ووطن كامل هو الوطن العربي اجمع.